لقطات ما خدش بالك منها في ماتش الزمالك وفاركو. طبعا الحمد لله امبارح فوز مهم جدا للزمالك، مش على مستوى الترتيب خالص، عن كده مش فارق معانا حاجه في الدوري، احنا مركز ثالث، بس بتكلم زي ما قلت لك امبارح نفسيا لينا احنا ولبعض اللعيبه والكابتن ايمن الرمادي، دي حاجه مهمه قوي يا جماعه. وكمان امبارح في لعيبه تالقت زي ما قلت امبارح، شحاته، محمد السيد، فتوح، ايشو على فكره امبارح ما كانش وحش على فكره، سيف جعفر في لعيبه امبارح، وفي الونش كمان رجع للفورمه شويه، فدي حاجه مهمه جدا وحاجه مطمئنه قبل كاس مصر. عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا جدا جدا. امبارح انا اشدت محمد السيد، والنهارده هتكلم على لقطات مهمه جدا لايمن الرمادي، يعني حتى انا هشيد بيه كمدرب قبل حتى اللعيبه. ولكن محمد السيد انا ما اعرفش، هو الراجل فاضل له سنه في عقده يا جماعه، هو لسه ما عملش حاجه محمد السيد، عشان بس نبقى صراحه، بس هو الراجل موهوب، موهوب، وانا عملت عنه فيديو قبل كده، عملت عنه شورت قبل كده موجود هنا في القناه واتكلمت عليه من شهور ان هو موهوب، موهوب. وكمان في حاجه جامده قوي فيه، ان هو بدنيا قوي، يعني في لعيبه كتيره في القطاع موهوبه لكن بدنيا خلي بالكم يا جماعه، بدني مهم في ايه؟ لامين يامال طبعا مش بقارن، بس بقول لك لامين يامال مهاري جدا، شويط حلو قوي، بس الواد ده بدنيا قوي، وقلت لك قبل كده ليه لقطات مع دي ماركو اللي هو الوينج باك، انت مين اللي هو قوي بدنيا وخبره وكل ده، كان بيخش في لامين يامال هو اللي بيقع، ولامين يامال بيبقى واقف قوي بدنيا. فالمراوغه مهمه، المهاره مهمه، لكن لازم تبقى بدنيا قوي، لازم لما تخش الالتحام تكسبه. ده موجود عند محمد السيد. محمد السيد على المستوى الهجومي، على مستوى الخروج بالكره والدفاعي هايل، واتمنى ان احنا نجدد له. عشان تجدد له محتاج مفاوض جيد، راجل تقعد معاه. بصوا يا جماعه الاساليب بتاعت زمان لو قال انت يا تجدد يا تمشي والكلام ده يا جماعه انتهى في العالم كله. دلوقتي اللعيبه بتبص على الفلوس، بتبص على الفلوس ان المكان يبقى مرتاح فيه وكمان ماديا جامد، بس دلوقتي اللعيبه كلها بتبص على الفلوس بس. انا قلت لك قبل كده رامي ربيعه كابتن الاهلي وخد كل البطولات مع الاهلي، خلي بالك ربيعه خد كل البطولات بجد، مفيش بطوله ما خدهاش مع النادي الاهلي، وساب الاهلي وراح على العين الاماراتي لما جاله قرشين زياده، وساب التاريخ وساب كل ده. دي الفلوس، خلي بالك الفلوس دلوقتي كل اللعيبه بتبص على الفلوس. فلازم يا جماعه لما نيجي نتفاوض مع لاعب، اكيد محمد سيد مش طالب 100 مليون ولا 50 ولا 20 وانا اعتقد ولا 10 كمان، اعتقد اقل، فنقعد معاه وبهدوء ونشوف. لو هو بقى مش عايز يكمل، يعني انت مثلا لو اديته مبلغ وهو برده مش عايز يكمل، لا يبقى يغور بقى، يبقى هنا انسى بقى الكلام اللي انا قلته كله. ولكن لازم يا جماعه يبقى فيه مفاوض جيد. اسمع بقى دي، لازم يبقى فيه مفاوض اصلا. دلوقتي انت بتيجي مثلا لعيب عايز تجدد له، بتلاقي 3 4 دخلوا يكلموه من الاداره ومن هنا. طب غلط يا جماعه، انا عايز واحد فقط واللي يخش يكلم اي لاعب، شخص واحد باسمه وبالمنصب بتاعه، قول لي هو مين. مثلا يوسف اسماعيل مثلا هو مدير التعاقدات في النادي، فيقعد يجدد، ده شخص احاسبه، اخطا احاسبه، عمل حاجه كويسه اشيد بيه كده. لكن عشوائي تلاقي مثلا ايه، حد يقعد ميدو مثلا يقعد مع لاعب انا هجدد لك، اخر الاداره تقول له لا انا مش عارف ايه، عمرو الجناني يقعد مع عبد الله سعيد فمش عارف يجي له من الاداره، لا هنقلل مش عارف ايه، ده غلط. هات واحد بس يقعد مع ناس، صدقني هتلاقي سلكان في امور كتيره جدا، في حاجات كتيره هتلاقي سلكه. ليه؟ لان هو شخص واحد بس، يا يسيب يا يخيب. لكن تلاقي واحد مثلا بيصيب وبينجح، فتلاقي مثلا عضو مجلس اداره يكلم نفس اللاعب يقول له مش هتاخد الفلوس دي، طب ما ده غلط. لازم يا جماعه رئيسين في مركب بتغرق، خلي رئيس واحد بس، خلي شخص واحد بس هو اللي يتولى ملف التجديد للعيبه، وكمان اللعيبه اللي هتيجي النادي، وده اللي ان شاء الله هعمل عنه فيديو لوحده باذن الله. النهارده بقى ان شاء الله معانا لقطات جامده جدا 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 واشاده باسلوب كابتن ايمن الرمادي. والنهارده هقول لك ايمن الرمادي عايز يعمل ايه من اول ماتش ليه لغايه الماتش. طبعا مش هجيب لك من اول ماتش، ممكن نعملها في فيديو لوحده ان شاء الله. ولكن راجل في ماتش فاركو كان ايه اللي عايز يعمله. انا قلت لك امبارح ان فاركو من اول الدقيقه 17 في الشوط الاولاني لغايه اخر المباراه تقريبا، او لغايه مثلا قبل ما الشوط الثاني ينتهي او قبل ما الماتش ينتهي، ان فاركو كان بيضغط عالي على الزمالك. طيب الزمالك بقى ايمن الرمادي كان عايز يعمل ايه؟ كان مصمم على الخروج بالكوره على الارض. تعال نشوف اول لقطه معانا، ويمكن دي لقطه مهمه جدا 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 تبين لك فكر الراجل عايز يعمل ايه بالظبط. الكوره دلوقتي مع حسام عبد المجيد، ركز بقى معايا قوي. هنا فاركو بيعمل ايه؟ بيلعب ضغط عالي زي ما قلت لك، خلاص الراجل متاخر في النتائج فعايز يضغط عالي. حسام عبد المجيد اول ما جت له الكوره مين نزل وقرب له؟ اللاعب اللي نزل الشوط الثاني هو محمد السيد، طلب الكوره محمد. اول ما جت الكوره لمحمد مين طلب الكوره؟ احمد فتوح، فخد الكوره عمل تمريره بالعرض لاحمد فتوح. اول ما جت لفتوح بص الكوره ده فاركو بيضغط والزمالك مصمم على الخروج بالكوره على الارض. فتوح عمل ايه؟ ما طفش، رجع الكوره حسام عبد المجيد. كل ده الزمالك عايز يلعب الكوره على الارض. اول ما جت الكوره لحسام تاني مين بقى نزل المره دي؟ ما هنا بقى التحرك من غير كوره، محمد شحاته هو نزل يستلم. جت الكوره لمين؟ لمحمد شحاته. اول ما جت الكوره شحاته مين قرب له؟ محمد السيد، خد الكوره محمد السيد. كل ده الزمالك تمريرات على الارض، مفيش اي كوره عشوائيه. اول ما جت الكوره محمد السيد في لاعب ضغط عليه فعمل ايه؟ رجعها لصبحي. هنا بقى ركز عشان دي نقطه مهمه قوي، اللي بين لك ان المدرب حرفيا دخل جوه دماغ اللعيبه عايزهم يطلعوا بالكره على الارض. هنا الكره على محمد صبحي، اي حارس في الزمالك او في مصر كلها هيضغط عليه بالشكل ده، هيطلع كره هيطفشها في الاوت، هيطلع قدام. بص الضغط ازاي، الراجل هيعمل تمريره
على الارض للونش. شوف رغم كل الضغط ده اللاعب تقريبا حط رجله في الكوره، لكن مع ذلك الراجل مصمم، صبحي ومصممين لاعيبه الزمالك على الخروج بالكوره على الارض. راحت للونش صح، عمل ايه؟ الكوره لفت راحت جت رجعت تاني لمحمد صبحي. اول ما جت الكوره صبحي عمل باص لمين؟ لفتوح. ركز بقى معايا هنا الله يبارك لك. مين اللي نزل ده بقى؟ نزل ده ناصر ماهر، اللي هو نزل في الشوط الثاني كلاعب بلاي ميكر رقم 10. راجل ساب نص ملعب بتاع الخصم، ساب اللي قدام ونزل يستلم عشان يطلعني بالهجمه. فقرب محمد شحاته من فتوح، خد منه الكوره. مين قرب له تاني؟ محمد السيد. خد محمد السيد الكوره. مين كان نازل من البدايه زي ما قلت لك؟ ناصر ماهر. خد محمد السيد الكوره، عمل تمريره لناصر ماهر. ناصر ماهر خد الكوره مشى بيها وعدى وطلعنا من الضغط ولعب كوره للجزيري ورحنا وعدينا من الهجمه وطلعنا من الضغط العالي لفاركو. اللي عاجبني التصميم، انا مصمم على الخروج بالكوره من رجل لرجل على الارض. احنا تقريبا بجد الكوره قعدت مع الزمالك يمكن دقيقه ودقيقه ونص كده، صبحي لحسام، لحسام لمحمد سيد، لشحاته لفتوح. كل ده ليه؟ عشان انا مصمم على الخروج بالكره على الارض. بس ده اللي انا عايزه، انا اخرج بالكره. ده السيستم الواضح. الكلام ده يا جماعه احنا اخر مره شفناه امتى؟ برافو عليك، مع جوزيه جوميز. ما شفناش بعد كده اي مدرب، رغم ان في مدربين يعني جروس كاسم قوي كل حاجه، بس قصدي ما شفناش كوره على الارض من ايام جوميز بالشكل ده. فكره التصميم، لو فاكرين جوميز كان بيستخدم ناصر ماهر كتير انه ينزل يطلع بالكوره، عملها ايمن الرمادي، فنفس الفكره اللي عملها جوميز. طب هل دي حاجه الوحيده اللي كابتن ايمن خدها من جوميز او نفس فكر جوميز؟ لا، في حاجه تانية برضه. الحاجه التانية بقى هي المفاجاه، احمد فتوح. فتوح امبارح عمل ماتش جامد جدا هجوميا ودفاعيا، وعلى مستوى الخروج بالكرة كان حل رائع. وعلى فكرة وهقول لك تاني، فتوح على المستوى الدفاعي جيد جدا، بل وممتاز وفوق الممتاز كمان. والله انا عارف، انا بقول يمكن عرضيات فتوح وحشه، فتوح عموما هجوميا في الثلث الاخير مش افضل حاجه، انا بقول لك، لكن يمكن بنتاج في الثلث الاخير افضل، ممكن يجيب جول، ممكن يصنع عرضيات وجوده عرضيات بنتاج افضل. ولكن فتوح على المستوى الدفاعي مهم قوي يا جماعه. انا عارف ان انا بقول التغطيه العكسيه بتاعته ممتازه، بيتوقع الكره رايحه فين. انا بحب ده. فتوح لما بيركز يا جماعه بيبقى في حته ثانيه، وهو عارف ده والناس في النادي عارفه ده، لكن اتمنى ان هو يستمر في الطلب. نيجي بقى للفكره الثانيه، كره مع دونجا. مين نزل يستلم؟ سيف الدين الجزيري. ركز مع الله يبارك لك. مين اللي في القلب ده؟ ده شحاته؟ لا. ده محمد السيد؟ لا. ده مين ده باشا؟ ده احمد فتوح. نفس الفكره اللي عملها جوميز قبل كده وعملها قبله سوري، وكمان نفس الفكره بالظبط. طب وجود فتوح هنا عمل ايه؟ لما جت الكره للجزيري، تعرف الجزيري مروش شويه مع احترامي ليه، فاول ما جت الكره عمل اي باص كده، فمين كان قريب في الحته دي؟ كان احمد فتوح. فالجزيري سند الكره لفتوح، فتوح خد الكره لعب ثرو لسيف جعفر. بصوا يا جماعه، طلعت بالكره بمنتهى السهوله وبقيت في موضع خطر، وممكن تروح عادي جدا تجيب جول كمان، سهل جدا تعدي وتروح، او على الاقل حتى تبقى انت معاك الكره على الطرف من اطراف واحد على واحد فتعدي. ده الصح. فوجود فتوح في القلب دي فكره عملها اوسوريو، كملها جوزيه جوميز، ودلوقتي رجع لها تاني وافتكرها تاني ايمن الرمادي. دي تساعده بقى في ايه؟ تساعده في الاستحواذ. زي ما قلت لك، اقول لك على حاجه، الكره اللي فاتت دي شيل فتوح، ايه اللي هيحصل؟ الجزيري مش هيلاقي حد يعمل له باص، فممكن تقطع منه الكوره فيروح بهجمه مرتده على الزمالك. لكن وجود فتوح على الطرف قوي هيفيدني بايه؟ ده انا قلتها، لان هو خلي بالك هو فتوح اصلا باك بيخش قلب الملعب، هو بيجيد ده، ان هو فكره الباك زي ما قلت لك، الباك العكسي اللي هو بيخش او بيضم قلب الملعب كانه مثلا بيلعب 6 أو 8 كانه، وبيرجع تاني باك في الحاله الدفاعيه. لكن وانا معايا الكوره محتاج كويره كتير في نص الملعب بيجيبوا لي الكوره، تبقى معايا الكوره هتلاقي كل ما فتوح. على فكره في الهجمه اللي انا جبتها لك دي، الكوره قعدت مع الزمالك حوالي دقيقتين وردت تاني ورجعت تاني من نفس اللاعب. شوف بقى هنا من الجزيري برده سندها لدونجا، نفس الكوره قعدت يمكن دقيقه ونص او اكتر من دقيقه مع الزمالك، الكوره تروح يمين وشمال وتحت وفوق، واخر رجعت برده من الجزيري لفتوح. ده بالك ان فتوح وجوده في القلب بيساعد على ايه؟ على الاستحواذ، ودي حاجه بيحبها مين؟ ايمن الرمادي، زي ما كان بيحبها مين؟ جوميز، وكان بيحبها قبله مين؟ سوري. تقول له جو بقى، ما يمكن دي تكون صدف يا عم، ممكن تكون دي لقطه وبتاع اللعيبه حابه تعمل شو. طيب تعالى نشوف الشوط الاولاني، محمد السيد كان موجود ولا ناصر ماهر كان موجود، ونشوف ازاي الزمالك مصمم على الخروج بالكوره برده. بس الشوط الاولاني الكوره مع حسام المجيد، ركز معايا قوي، مين ممسوك؟ من دونجا رقم 6 نادي الزمالك. فالزمالك مش قادر يطلع بالكوره، هو الزمالك عايز يعمل ايه؟ او ايمن الرمادي عايز يعمل ايه؟ عايز يلعب بالكوره عرض. فالراجل عمل ايه؟ حسام عمل باص بالعرض للونش، اثناء والكوره راح الونش عمر جابر خد خطوتين لتحت وفتح الملعب ناحيه التماس. فعمل ايه؟ عمر جابر جات له الكوره، ركز معايا بقى قوي، اثناء والكوره رايحه لعمر جابر شحاته خد كم خطوه يقرب من عمر جابر عشان ياخد منه الكوره، فوشحاته بيقرب منه جات له الكوره فعلا لشحاته. ركز معايا، اول ما جت الكوره شحاته دونجا ساب قلب الملعب واتحرك يروح يقف على التوازي قدام محمد شحاته، قدامه بالظبط. ليه؟ عشان شحاته ياخد الكوره دي هيلف بجسمه فين هايل، وهيعمل تمريره بالشمال لدونجا، طلع 5 لعيبه من فاركو بتمريره واحده فقط. دونجا خد الكوره، لعب الكوره لعبد الله السعيد، ولكن للاسف عبد الله هنا استلم الكوره غلط، ممكن تكون كوره طولت عليه ايا كان، ولكن دي كوره سهله، دي حاجه فرديه بقى، هنا بقى مش مدرب. المدرب عمل ايه؟ اثناء وانا ببني اللعب عمر جابر فتح الملعب، فشحاته قرب له، فدونجا قرب، فده مش عارف، كل اللعيبه قربت من بعض، فطلعت بالكوره.
هنا بقى الكره قلشت، لاعب استلم غلط، ده شيء وارد في الكره. ميسي بيعمله، دي بروين بيعمله، امبارح حكيمي بيعمله، ديمبلي بيعمله، عادي. الخطا الفردي يحصل عادي، طبعا غير محبذ. الافضل ان انا اكمل الهجمه، ولكن ده فكر المدرب. قلت لك اهو افكار فتوح في قلب الملعب، ناصر ماهر بينزل. هنا الفكره ان الكره تتلعب لوب لعبد الله، ولكنها عبد الله للاسف استلم غلط. لكن المدرب بيعمل ايه؟ مصمم على الخروج بالكوره على الارض. انت كمدرب ده فكرك ومصمم عليه، واللعيبه بتنفذه باقل الامكانيات زي ما كان بيعملوا مين؟ جوميز. ولكن جوميز كمان كان مع لعيبه في التوب فورم، يعني ناصر ماهر كان في التوب فورم، كان معاه زيزو، كان معاه لعيبه بتساعده في جيم الاستحواذ. لكن كمان للاسف ايمن الرمادي معاه غيابات، يعني بينتهي غايب، في لعيبه ثانيه طبعا غايبه، في لعيبه اصلا مشيت من النادي يعني غلط في نصيبها تاخدها. فدي المشكله الكبيره، ان انت كمدرب ده بقى علينا الحظ السيء. تخيل بقى لو الراجل ده معاه لعيبه كواليتي افضل، خاصه كمان في الخروج بالكره. وجهه نظري الشخصيه الراجل ده هيعمل شغل كويس، وراجل عامل شغل. انا بقول لك ده مش معناه اي حاجه في ماتش بيراميدز. الراجل مصمم على فكره معينه، احيانا اللعيبه بتبوظها وده هنا الكواليتي، واحيانا ممكن تقلش منه، ولكن الراجل مصمم على لعبه اتعملت في الشوط الاولاني والشوط الثاني. طب هل موضوع الخروج بالكره ده هيعمل مشكله؟ طبيعي هيعمل مشكله، ممكن يعمل مشكله في ماتش بيراميدز بس وارد، ولكن الراجل له فكره معينه بيحاول ان هو يطبقها. دي حاجه محترمه قوي يا جماعه عموما، ونجح في تطبيقها كتير. حتى في الماتش تقريبا مش فاكر ماتش بتروجيت، يعني اغلبيه الاهداف اللي سجلها من تلاقيها كده كوره بتطلع على الارض من رجل، حتى الهدف بتاع شيكابالا من رجل، من محمد سيد لشيكابالا، النصر من نصر لشيكابالا، شيكابالا عرضيه، محمد سيد هو اللي كان بادئ الهجمه، هو اللي جاب الجول. ده الصح. عشان كده هتلاقيه بيلعب بكويره كتير. شحاته هتلاقي محمد سيد ده، لو انت لاحظت هتلاقيه بياخد معاه كتير. محمد السيد يمكن اكتر من جوميز واكتر من جروس واكتر من كله. يعني محمد السيد ما شاء الله ايمن الرمادي من اول ما جه وهو بيحط، طبعا مش شرط يبتدي بيه، بس ممكن ينزل بيه ربع ساعه نص ساعه. زي امبارح لعبوا 45 دقيقه الشوط الثاني كله، من بين الشوطين وهو نازل، حاجه مهمه جدا. فالراجل بيحب الكويره. انت بيلعب بسيف جعفر هتلاقيه بيحب فتوح قوي، فهو من النوع اللي بيحب الكويره عشان هو عايز يمسك الكوره وعايز دايما يبقى بيلعب جيم استحواذ، وده فكره ايمن الرمادي. طب هل هو بيطبقه صح؟ اوقات كتير اتمنى التوفيق لكابتن ايمن الرمادي معانا، والله العظيم هفرح جدا الراجل ده خد معانا. بس هفرح طبعا للزمالك اكيد ده الاهم يعني، ولكن الراجل بيعمل شغل واضح. ممكن يقلش منه ماتش بيراميدز وارد، الله اعلم، ولكن المهم ان الراجل عنده فكر معين وعنده حاجات معينه بيطبقها مع كواليتي مش الافضل. اكيد كواليتي الزمالك مش الافضل في مصر ولا الثاني ولا الثالث حتى كلاعيبه، وكمان عنده غيابات، ولكن الراجل بيحاول ان هو يطبق منظومه لعب ممتعه وفي نفس الوقت تساعده فنيا على ان هو يوصل للتتر الاخير. امبارح وصلنا كتير يا جماعه، احنا سجلنا ووصلنا كتير، وحتى في ماتش بتروجيت سجلنا 3. فالراجل بيوصل وموجود وليه سيستم واضح. فان شاء الله باذن الله كابتن ايمن الرمادي يتوج بكاس مصر. اتمنى ده جدا جدا جدا، واتمنى الفكر اللي هو بيعمله قدام بيراميدز وينجح بيه ان شاء الله باذن الله. عشان انا امبارح فرحان عشان الكوره ممتعه. حتى امبارح بعيدا عن النتيجه امبارح مش مؤثره، ولكن مش مؤثره طبعا على مستوى الترتيب، لكن مؤثره في نفسيتنا احنا. ولكن الكوره الممتعه، ناس كتير فرحانه بده عشان الكوره ممتعه. لعبنا كوره ممتعه حلوه، ما لعبناش من ايام جوزيه جوميز. الكوره الممتعه ال1 3 وال1 2 اللي بتلعب كتير جدا من اللعيبه، ده حاجه ممتعه جدا جدا جدا. رجعها لنا تاني كابتن ايمن الرمادي من اول ما جه حتى لغايه دلوقتي، وهو ما شاء الله عليه يعني بيحاول ان هو يعمل من الفسيخ شربات. لايك، شير، سبسكرايب.